السلام عليكم. من الناس اللي ماتوا موتة غريبة وموتة عجيبة التاجر المعروف عبد الصمد القرشي. في يوم من الأيام شاف رؤيا إنه أبوه يقول له ستزورنا بعد 5، واستيقظ وهو ما يدري 5 أيام أو 5 أسابيع أو 5 شهور. المهم كان عنده بنت عاقد عليها بس باقي لها حفلة زفاف، حاول إنه يستعجل بحفلة الزفاف تحسبا للموت. المهم مرت 5 أيام، مرت 5 أسابيع، ما صار شيء. بعد 5 شهور في يوم من الأيام تغيب إمام المسجد حقهم فصلى فيهم عبد الصمد، وقرأ بالركعة الأولى سورة الليل. وعندما وصل عند قول الله سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى بكى بكاء شديد. وفي الركعة الثانية قرأ بهم سورة الضحى ومات عند قول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فالله يغفر له ويرحمه ويجعله في جنات النعيم. وهذا دليل من دلائل الخاتمة الحسنة، أنه مات في الصلاة، مات وهو يصلي لله.